تخيل تبقى مطرب مشهور والناس كلها بتتمنى انك تحضر افراحها. في التسعينات كانوا دايما بيجيبوا فنانة شعبية تحيي الفرح او تغني فيه بمعنى اوضح. طب عمركم شفتوا فنانة شعبية جت بدل ما تحيي فرح لعروسين احيت فرح للجن؟ وبتكتشف ان كل اللي حاضرين في الفرح مش بشر، دول جن، وده كان سبب قوي جدا لاعتزالها. حابب اعرفكم بالفنانة نورة الطجاجة. حكاية النهاردة حصلت في التسعينات. بنتكلم عن نورة الطجاجة. نورة فنانة شعبية من أشهر مطربات الكويت في الوقت ده، كانت بتحيي الأفراح والحفلات في الكويت. اتعرفت باسم نورة الطجاجة لأن كانت المطربات اللي بتعمل حفلات وتغني في المناسبات في الوقت ده بيطلق عليها لقب الطجاجة. نورة كانت مشهورة جدا في وقتها وما كانتش بتحضر الأفراح والحفلات كده بسهولة. انت عشان تجيبها تحيي فرح لازم تحجز قبلها بفترة، وبفترة طويلة كمان. ونروح لسنة 1997. في الوقت ده زادت شهرة نورة جدا، لأن في ظل نجاحها الواسع قرارها من الاعتزال أثار الجدل بشكل كبير. أصل بالعقل كده، واحدة محبوبة والناس بتجيبها في أفراح وحفلات كتيرة جدا في الفترة الأخيرة، تقرر فجأة إنها تعتزل؟ غريبة دي. إذا في حاجة مش مظبوطة في الموضوع. الصحافة والإعلام كانوا دايما بيحاولوا إن هم يسألوا أو ياخدوا أي معلومة من الفنانة نورة عن سبب اعتزالها المفاجئ، لكنها كانت بترفض رفض تام وغريب إنها تتكلم عن أي حاجة تخص اعتزالها. لكن بعد مرور الأيام والشهور قدر صحفي وحيد من كتر الإلحاح والزن عليها إن هو يقنعها إنها تتكلم عن سبب اعتزالها. بس برضو الفنانة نورة كان عندها شرط، وهو إن اللي هتقوله ما يكونش لقاء تلفزيوني، يكون تسجيل صوتي بس. وفعلا الصحفي نجح وسجل الحوار كامل مع الفنانة نورة، وما كانش يعرف ان ده اخر حوار هو هيسجله. الغريب في الموضوع ان بعد فترة بسيطة جدا الصحفي مات. واللي كان موجود في الشريط ان بعد محاولات عديدة مع الفنانة نورة عقبال ما اقتنعت انها توافق وتقول قصة اعتزالها، راح الصحفي فعلا للفنانة نورة في بيتها عشان يسجل معاها الحوار. بيتها كان أبيض وهادئ وآيات القرآن متعلقة على كل حيطة، ريحة البيت كانت دايما عبارة عن بخور. دخل الصحفي فعلا وقعد مستني الفنانة نورة في المكتب بتاعها. بعد شوية دخلت وتفاجئ بأن الفنانة نورة خست بشكل كبير، ولقى أن وشها بان عليه علامات الكبر على عكس فيديوهاتها وصورها اللي منتشرة من شهر واحد بس. في بداية حوارها طلبت الفنانة نورة من الصحفي أن هو يقسم انه ما يحرفش او يغير اي كلمة من اللي هتقولها في قصة اعتزالها. وقبل ما تحكي الفنانة نورة قصتها كانت خايفة ومترددة، وكانت دايما بتأكد على الصحفي وبتقول له انت متأكد انك عايز تعرف؟ طبعا الصحفي ما خطرش على باله ابدا ان الموضوع له علاقة بالجن والكلام ده، او هيسبب له خطورة او انه هيموت بعد اللقاء ده. فكلام وتأكيد نورة زاد فضول الصحفي وصمم أكتر إن هو يعرف قصتها. وبدأت بالفعل الفنانة نورة تحكي قصتها وبتقول يوم من الأيام سنة 1997 بالتحديد في يوم جمعة جه اتصال للفنانة نورة من بتطلب منها وبتقول لها أنا عايزاكي تيجي تحيي فرح بنتي الوحيدة. وكانت الفنانة نورة مترددة شوية إنها توافق، خصوصا إن يوم الجمعة ده يوم أجازتها هي وفرقتها. فقالت لها لأ مش هقدر أجي. فضلت الأم تتحايل عليها وتقول لها بعد إذنك لازم تحضري فرح بنتي الوحيدة، هي مصممة إن أنت اللي بالذات تيجي تحيي فرحها، فلو ما حضرتيش هتكسري قلبها. المهم بعد إلحاح الأم وافقت الفنانة نورة إنها تحيي الفرح. بتكلم الفرقة بتاعتها وبتقول لهم معلش أنا عارفة إن النهاردة الأجازة بتاعتنا، بس معلش الست ترجتني، ما ينفعش نكسر بخاطر بنتها، وخصوصا إن أنا اديتها كلمة وما ينفعش أتراجع فيها، فلازم نحضر الفرح. وما كانتش تعرف إن ده آخر فرح هي هتحييه. خدت عنوان الفرح من الست وسألتها فرح بنتك هيبتدي الساعة كام؟ قالت لها الساعة 9 مساء. وبدأوا بالفعل إن هم يستعدوا ويجهزوا، وفعلا راحت هي وفرقتها الفرح يوم الجمعة الساعة 9 مساء بالظبط. كان في استقبالهم والد العروسة، وكان واضح عليهم إن هم أثرياء من شكل البيت والتجهيزات والمعازيم. كانت شايفة الأنوار متعلقة في كل مكان وصوت الزغاريد في كل حتة وصوت الأطفال اللي بتلعب وبتجري. كانت أجواء الفرح والمعازيم حلوة حتى قبل ما الفرح
الفرح يبتدي. لحد هنا الامر طبيعي زي اي فرح عادي. طلبت الفنانه نوره من والد العروسه اوضه عشان يغيروا لبسهم هي وفرقتها، وبالفعل جت والده العروسه خدت الفنانه نوره عشان توديها اوضه تغير لبسها هي وفرقتها ويجهزوا للفرح. بعد ما خرجت ام العروسه دخلت عليهم ست ضخمه كده وبنيان جسمها كبير، وبدات انها ترحب بيهم وبتقول لهم ان انتم مشرفينا ومنورينا وكل الكلام ده. بس الغريب هنا ان الست دي ايديها كانت ناشفه شويه وملامح وشها ما كانتش واضحه. وهم طالعين بعد ما خلصوا لبسهم جم عليهم مجموعه من البنات جايين يسلموا عليهم زيهم زي اي بنات معجبين عايزين يسلموا على الفنانه نوره وفرقتها، خصوصا في ظل شهرتها الواسعه في الفتره دي وحب الناس ليها. بس الفنانه نوره كان قلبها مقبوض، حاسه بحاجه غريبه، حاسه ان في حاجه غلط، خصوصا لما شافت الست اللي كانت ضخمه وايديها كانت ناشفه شويه، وكمان البنات اللي كانوا معجبين بيهم بطريقه اوفر عن العادي. بس بعدين اتراجعت وقالت لنفسها لا 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 لا، فرح زي اي فرح، معجبين زي اي معجبين، خلينا نخلص يومنا ونبدا نغني في الفرح. قبل ما يبداوا الغنى بدقايق معدوده جت واحده من فرقه الفنانه نوره اسمها شمس، كانت بتهمس للفنانه نوره في ودنها وبتقول لها انت ما لاحظتيش الست اللي جت سلمت علينا وايديها ناشفه شويه، والبنات اللي جم سلموا علينا من شويه خدودهم فيها ملمس غريب، انت ما لاحظتيش ان خدودهم زي الحجار؟ وقتها الفنانة نورة كانت أصلا خايفة من جواها بسبب الموضوع ده، بس ما حبتش تظهر الموضوع ده قدام فرقتها، فقالت لها لا ما تخافيش، المواضيع دي كلها تخاريف، خلينا احنا نبدأ نغني ونحيي الفرح ونخلص ونمشي. وبعدها بصت الفنانة نورة للمعازيم، لاحظت إن ده أكبر فرح هي أحيته من أول مسيرتها. وبعدين لاحظت إن المعازيم كان باين عليهم إن هم أغنياء، وده كان باين في طريقة لبسهم. وكانت تبص فجأة تلاقي حاجات غريبة، لقت كمية أكل مهولة في الفرح ده لدرجة انك تقول عليها ولايم. وكمان لقت ان العريس لابس لبس كأنه جاي من العصر العثماني، والعروسة كانت لابسة عباية سودة منقطة بمجوهرات وحاجات غالية، وكان وراهم مجسم غريب على شكل راس بتصرخ بشكل مخيف. كان في أجواء في الفرح غريبة مش مفهومة. بس معظم الحاجات اللي الفنانة نورة لاحظتها كانت بتدل على إن أصحاب الفرح أغنياء غنى فاحش. بدأت الفنانة نورة هي وفرقتها في التطبيل والغنى، بس برضه لاحظت على العريس والعروسة إن هما الاتنين ساكتين ومفيش على وشهم أي ردة فعل ولا حتى بيبصوا لبعض، ده كان كل واحد فيهم بيبص في اتجاه عكس التاني. ولاحظت كمان ان المعازيم بيبصوا للفرقة بصة مخيفة كلها اندهاش، مفيش يعني نظرة عادية كده، نظرات كلها غريبة. الفرح في الكويت كان بيبقى عبارة عن فقرات، وبعد ما انتهت الفقرة الأولى بتدخل الفنانة نورة وفرقتها لنفس الأوضة اللي بيغيروا فيها لبسهم عشان يرتاحوا شوية ويجهزوا الأغاني للفقرة التانية. فلما وصلت الفنانة نورة للأوضة حست بتعب ودوخة شديدة، بس برضه ما حبتش تبين الكلام ده قدام شمس اللي هي من فرقتها عشان ما تخافش أكتر، عشان تخلي الموضوع طبيعي وعادي بالنسبة لهم، لأن هي برضه كانت مقتنعة إن التعب اللي فيها ده تعب عادي يعني. فالمهم سابت فرقتها وقالت إنها تروح الدور التاني أو الدور التالت تشوف مكان تستريح فيه شوية لحد ما فرقتها تجهز. البيت كان عبارة عن 3 أدوار، ولما طلعت الفنانة نورة للدور التاني لاحظت إن البيت هادي تماما ومفهوش أي نفس أو أي صوت، وكأنه معزول عزل تام عن الدور الأول، وده عكس العادي. يعني تخيل معايا إن في فرح في الدور الأول وإنت قاعد في الدور التاني مش سامع أي حاجة. الدور كامل ما كانش فيه غير أوضة واحدة بس، وباقي المكان عبارة عن ساحة واسعة فاضية. فقربت على الأوضة وفتحت الباب، كان فيها نور بسيط شغال، إضاءته ضعيفة مش ثابتة عمالة تتهز، وكان في سرير مطرب. مع التعب والإرهاق رمت جسمها على السرير من غير ما تحس، ولأنها كانت تعبانة ومجهدة فراحت في النوم. وبتصحى على كابوس مفزع جدا، إنها شافت ست لابسة فستان أسود شكلها مخيف، سنانها كانت حادة ورفيعة، بدأت تصرخ في الفنانة نورة صرخة قوية خلتها فعلا تصحى مفزوعة. صحيت ما لقيتش أي حاجة حواليها، استعدت من الشيطان وبدأت إنها تقوم عشان تخرج من الأوضة. بتفتح الباب لقت الشخصية دي فعلا في وشها. بدأت تصرخ الفنانة نورة، وقتها كانت الست المرعبة دي اختفت. حاولت تتملك أعصابها وتهدى عشان برضه ما تخوفش فرقتها اللي موجودين في الدور الأول وبالأخص شمس. فبتبص على شمالها لقت طفل واقف عند السلم اللي بيودي للدور الثالث، وأول ما لاحظ إنها بصت عليه طلع يجري لفوق. وقتها الفضول أثر عليها وحبت تطلع ورا الطفل وتشوف إيه اللي موجود في الدور الثالث. ولما طلعت الدور الثالث شافت الحيطة متكسرة، الأرض متشققة، السلم عليه تراب، حاجات كتيرة قوي بتدل على إن فعلا المكان مهجور، زي ما يكون كده أهل البيت ساكنين في الدور الأول أما الدور الثاني والثالث مهجورين.
او محدش يعرف عنهم حاجه اصلا. وفجاه وهي واقفه بتتامل المكان وبتستغرب سمعت صوت بيهمس في ودنها وبيقول لها قربي يا نوره قربي. بصت حواليها ما لقيتش اي حاجه، وفجاه سمعت صوت اطفال بتضحك. مشيت ورا الصوت لحد ما فعلا لقت طفل واقف عند اوضه من الاوض، ومازال الصوت بيهمس لها وبيقول لها قربي يا نوره قربي. واول ما قربت من الطفل فتح الباب ودخل الاوضه وقفل على نفسه. ولما وصلت وحطت ايدها على اكره الباب وحاولت تفتحه، بس الباب ما كانش راضي يفتح وكان مقفول بطريقه محكمه غير العادي. خبطت اكتر من مره على الباب وحاولت انها تفتحه تاني، بس الباب ما كانش راضي يفتح لحد ما فجاه سابته واتفتح لوحده. وقتها لما شافت الباب اتفتح لوحده خافت انها تدخل وفكرت ازاي ترجع بسرعه وتنزل لفرقتها اللي هم موجودين في الدور الاول تحت، لانها خايفه تقابل حاجه جديده في الاوضه. فلما قررت انها ترجع ولسه بتلف حست بايد سخنه بتمسك رجلها، فشدت الايد مره واحده فوقعت على الارض، وبدات الايد تسحبها على الاوضه بعنف شديد واتقفل عليها الباب. طبعا الفنانة نورة وقتها كانت ميتة من الرعب والخوف، وفجأة سمعت صوت بيهمس في ودنها وبيقول لها غني يا نورة، انا بحب صوتي غني. بدأت نورة تخاف وصوتها يتهز ويتغير، وبتسألها انت مين؟ ردت قالت لها ما تخافيش انا مش هأذيكي، غني بس. خافت الفنانة نورة وقامت جريت ونزلت على الدور الاول ومنها على اوضة تغيير الملابس اللي فيها فرقتها. ولما دخلت الاوضة شافت ان كل بنات فرقتها متجمعين حوالين شمس اللي هي كانت منهارة من العياط. حتى بنات الفرقة كلهم كان باين عليهم الرعب والخوف. المهم نورة بدأت تسأل شمس انت بتعيطي كده ليه؟ قالت لها انت اتأخرتي وام العروسة سألت عليكي اكتر من مرة، فانا طلعت الدور التاني عشان ادور عليكي او اندهلك. لقيت الجو هادي ومفيش اي صوت من الاصوات اللي موجودة في الدور الاول. وفجأة ببص حواليا بلاقي وشوش بني ادمين بتطلع من الحيطة. كانت شمس في قمة خوفها ومش قادرة تتحرك او تتمالك اعصابها. وفجأة وهي واقفة الوجوه دي اختفت مرة واحدة، وسمعت صوت جاي من أوضة مقفولة. فشمس افتكرت إن ده صوت نورة، فراحت عشان تفتح لها وحطت إيدها على أكرة الباب، بس برضه الباب ما كانش راضي يفتح ومقفول ومحكم بطريقة غير العادي. وفجأة سابته الباب اتفتح لوحده. دخلت الأوضة ما لقيتش أي حد، لفت وراها عشان ترجع لقت شخص واقف آخر الممر وكان بيكلمها بس صوته كان واطي ومش واضح. الفكرة هنا إن شمس كانت بتقرب تجاه الشخص ده غصب عنها، ولما قربت منه حست بقشعريرة في جسمها وكان فيه نفس سخن طالع من الشخص ده. ولما بصت على وشه ما لقيتش ليه أي ملامح، يعني مش زينا لا عنده عينين ولا بق ولا ليه أي ملامح خالص، تحس كده إن ملامحه ممسوحة. وفي اللحظة دي سمعت صوت خرج منه، صوت بس ما تعرفش خرج منه ازاي، وبرضه كان بيقول لها غني يا شمس وعمال بيكررها وهو بيضحك. وهنا بدأت شمس تعيط بشكل هستيري. غضب الشخص ده وضربها على وشها جامد وبعدها اختفى. طلعت تجري في الممر وهي خايفة ومش قادرة تسلق طولها. وهي بتجري فجأة شافت شخص لابس حاجة سودا نفس ضخامة الست اللي جت سلمت عليهم في البداية، وسألها بصوت مخيف انت بتعملي هنا ايه؟ جيتي هنا ازاي؟ ردت قالت له ان هي كانت بتدور على نورة. بدأ يصرخ في وشها ويقول لها امشي من هنا واوعي تيجي هنا تاني. جريت بسرعة وهي مش حاسة بنفسها من الرعب والخوف ونزلت على الدور الاول ومنها على الأوضة اللي فيها باقي الفرقة. وقتها نورة حاولت تهدي شمس وتطبطب عليها وتقول لها اهدي يا شمس، احنا مجرد هنخلص الفرح وهنمشي، غيروا لبسكم عشان نقدم اخر فقرة من الفرح. كان وقتها الساعة جت 12:30. بيبصوا على الفرح لاحظوا ان المعازيم كتروا اكتر من الاول، ومش بس كده لا دول بدأوا يرقصوا ويغنوا بشكل هستيري وبطريقة غريبة لدرجة ان صوتهم غطى على صوت الفرقة والفنانة نورة. لما كانت نورة وفرقتها يسكتوا كانوا يبدأوا يهللوا ويزعقوا عشان يكملوا الغنى. الفكرة هنا ان نبرة صوتهم كانت غريبة. رجعت الفنانة نورة تغني، بدأ صوت المعازيم يعلى اكتر واكتر من الاول وبيتغير لدرجة ان نورة نفسها قالت ده مش صوت طالع من بني ادمين. وهنا حصلت حاجة صدمت الفرقة كلها. المعازيم وهي بترقص كانت هدومهم بتترفع وبتبان رجليهم اللي هي اصلا رجول معيز، رجول بحوافر مليها الشعر أشكال غريبة. هنا بدأوا كل الفرقة يبصوا لبعض برعب وخوف. بدأ صوتهم يتهز من الرعب والخوف، وبدأت نورة تشاور لهم إن هم يستمروا في الغنى وما يوقفوش، وكانوا في اللحظة دي بيطبلوا بس. من الصدمة كلهم سكتوا ومش قادرين يتكلموا أو يخرج منهم أي صوت غنى لحد ما جت شمس ما قدرتش تسيطر على نفسها وفقدت الوعي بالكامل. شالوها وخدوها على أوضة اللبس وفوقوها. لما شمس فاقت بدأت تصرخ بشكل مستمر وتقول لهم يلا بينا نمشي من هنا، احنا مش في وسط بشر، دول جن. نورة ردت عليها وقالت لها أنا كنت عارفة من البداية
إن إحنا في وسط جيش من الجن، بس مش هنقدر نخرج من هنا، وما عندناش غير حل واحد، إن إحنا نستنى أذان الفجر ونخرج وقتها، وإلا هيؤذونا ومش هنقدر نخرج من هنا. عموما الفجر باقيله ساعة واحدة، حاولوا إن انتوا تستحملوا وتتمالكوا أعصابكم. كل اللي عليكم إن انتوا تطبلوا بس وتبصوا على الأرض من غير ما تحسسوهم إن إحنا لاحظنا حاجة، وإلا هيؤذونا. استحملوا لحد ما الساعة دي تخلص ونمشي. ردت شمس وقالت لها إنها مش هتقدر. نورة قالت لها مفيش حل غير كده، إن إحنا نكمل الفرح ونعمل نفسنا ما لاحظناش حاجة وما نبصش عليهم. بعد ما أقنعتهم كلهم طلعوا طبعا وهم مرعوبين ومش قادرين يقفوا على رجليهم من شدة الرعب والخوف. بدأوا يكملوا التطبيل وفي نفس الوقت بيراقبوا الساعة لحظة بلحظة. وكل ما الوقت بيمر كانت نورة شايفة إن المعازيم بتزيد أكتر وأكتر من الأول وبياكلوا بشكل بشع. سيبك من كل ده، الفكرة الغريبة هنا إن كل الأكل اللي كان موجود عبارة عن لحمة نية بس. الوقت بيمر ويعدي وطبعا هم من الخوف شايفين ان الساعة بطيئة جدا. وفجأة نورة شافت ان المعازيم بدأوا يجيبوا ادوات زي الكفوف وحاجات بينفخوا فيها بيعزفوا عليها موسيقى. الملفت هنا الادوات دي كان مكتوب عليها طلاسم ومرسوم عليها اشكال غريبة. ده حتى المعازيم وهم بيعزفوا عليها كانوا بيقروا الطلاسم دي بصوت عالي ويصرخوا، وكان صوت الموسيقى نفسها اللي طالع من الادوات دي مخيف. وبرضه الفكرة الغريبة هنا ان هم وبيقروا الطلاسم دي كانت وشوشهم بتتغير. اتجمعوا حوالين نورة وفرقتها مجموعة من البنات والستات المعازيم وهم بيصرخوا وبيقروا الطلاسم دي بصوت عالي. وهنا سمعوا أذان الفجر، وأول ما أذان الفجر بدأ كلهم صرخوا والنور قطع. بدأت نورة تجري لحد الشارع بره هي وفرقتها، وفجأة بيبصوا وراهم اكتشفوا صدمة كبيرة. شافوا ان البيت اللي كان مليان نور ومظاهر الاحتفال عليه عبارة عن بيت صغير متكسر وكأنه مهجور من آلاف السنين. وهنا الفرقة كلها اتصدمت. وهم عمالين يجروا ويصرخوا وبيشاوروا بايديهم لاي عربيه، لحد ما وقفت فعلا عربيه. السواق بيسالهم انتوا جيتوا هنا ازاي؟ ايه اللي جابكم هنا؟ في الوقت ده بدات نوره تستعجله انه ياخدهم معاه وهتبقى تحكي له في الطريق. وقتها بدات نوره تحكي له وبتقول له ان هم كانوا بيحيوا فرح في البيت ده. السواق استغرب وقال لهم استحاله، البيت ده مهجور من سنين ومحدش بيجي المنطقه دي من الكلام اللي بيتقال عليه. وفعلا رجعهم المدينه، ومن وقتها نوره وفرقتها اعتزلوا الغنى. بس للأسف الشديد القصة ما انتهتش على كده. بعد أسبوع تقريبا شمس بتتصل بنورة وبتقول لها أنا بتعذب يا نورة من يوم ما جينا من الفرح وأنا مش عارفة أعيش. بشوف راجل شكله بشع لابس أسود، كائن ضخم بيظهر حواليا في كل مكان في البيت. وبعد المكالمة دي شمس ماتت في شقتها، وكان منظرها فعلا يخوف. كانت فاتحة بقها وعينيها مبحلقة كأنها شافت حاجة قبل ما تموت. نورة بعد موت شمس شافت كابوس مفزع. شافت نفس الراجل اللي وصفته لها شمس قبل ما تموت بيقول لها محدش بيموت ناقص عمر. ودي كانت قصة من أغرب القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك ليها علاقة بالجن. ولو حابين إننا نتكلم عن شخصية أو قصة معينة ياريت تكتبوا لنا تحت في الكومنتات. وبكده تبقى انتهت حلقة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك إشعار بكل جديد. وياريت تكتبوا لنا آرائكم في الكومنتات. وبس كده، كان معاكم طه.